ادي الزمالك اهو، من غير تحكيم. انا ليا بتاع 15 20 فاول في الماتش ما خدتهمش، مش مهم. النهارده انا كسبان بيراميدز، كسبت بيراميدز بضربات الجزاء. بس ده بيراميدز اللي كانتك في الدوري 2-0، ما عرفتش تكسبه، ما عرفتش تلعب اصلا قدامه، ما عرفتش تمسك كوره. النهارده انا كسبته، وداخل البطوله لسه مغير مدرب، ولاعيبه ما قبضتش، وعندي مشاكل اللي ما تتخيلهاش، وحضرتك داخل مستقر ولا في اي مشكله ولا في اي حاجه، ما عنديش مشكله. لا، وضيف جه ضيف على كل ده تحكيم كمان. النهارده انا بكسب بيراميدز. النهارده احمد عبد الرؤوف، بصراحه يعني دايما بقول لك ان المدرب المصري في التوقيت ده مع الزمالك هو اللي هيفرق. الاجنبي عمره ما هيفرق، عمره ما هيعمل لك حاجه دلوقتي. انت لسه عندك مشاكل وعندك لعيبه وعندك. المدرب المصري هو اللي هيعرف يلم وهو يعرف يشتغل. النهارده انا قلت ان المباراه دي، الماتش ده ماتش مدربين، مش ماتش لعيبه. ده ماتش كان مدربين. النهارده احمد عبد الرؤوف عرف يتعامل مع يوفيتيتش. هو انا في رايي مثلا كان المفروض يلعب ب 4-4-2، عشان انت انت اصلا مستنزف، ما عندكش وينجات دلوقتي، يعني عندك الوينج الوحيد الاساسي مصاب. فكنت تلعب 4-4-2 وخلاص، تلعب بالهافات بتاعتك، كنت هتقفل. بس ما فيش مشكله. النهارده الونش عالمي، ده هو بالنسبه لي رجل المباراه، مش ناصر ماهر بصراحه. الونش النهارده عالمي. ده بقى يا باشا اللي حط فيستون مايلي في جيبه. مش تقول لي نبيل كوكا اللي عمال يضرب في اللعيب رايح جاي وتقول لي حطه في جيبه. الناس اللي بتفهم كرة. والكرة اللي جت في ايده، بس عشان ما حدش يتكلم يقول لك كان حاطط ايده ورا ظهره، الكرة جت في ايده، الكرة جت في جنب ايده. تمام. يعني اللعيبه لما ايديها ايه، مفيش غير بس لعيبه الاهلي هي تنزل تعمل كده بعد كده، هي اللي تنزل تبقى رافعه ايديها، مفيش مشكله يا باشا. كده كده انت مش هيتحسب عليك حاجه. النهارده انا بكسب بمجهودي. ده الفرق اللي بيني وبينك، انت معاك كل حاجه، وجماهيرك اصلا ما بتستحملكش ماتشين على بعض وبتكسب. انما النهارده انا بكسب بعرقي، مش حضرتك.